بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا طريقة عمايل الجلاش. أول حاجة نعملها الشربات. معانا الشربات كوبايتين سكر، معانا حاجة فاضية نحط فيها السكر اهو، حطينا كوباية وهنحط كمان كوبايتين السكر، عليهم كوبايتين ونص مية، يعني بنحط كوبايتين ونص مية على كوبايتين سكر ونرفعهم على النار. وهم على النار بعد ما ياخدوا غلوة واحدة على النار نقوم جايين حاطين عليهم سنة فانيليا وعصرة نص ليمونة. بس انا هنا اهو حطيت السكر، حطيت كوبايتين سكر وحطيت ادي كوباية مية ودي كوباية كمان ودي نص كوباية كمان. هقلبهم وهرفعهم على النار، وهم على النار اقوم جايه حاطه سنه فانيليا واحط عليهم نص ليمون واسيبهم. هنا هنعمل الجلاش اهو. قطعت الجلاش شرايح زي ما انتم شايفينه كده، شرايح طويله. بندهن حته الجلاشيه سمنه، حطي فيها الحشو اللي انت عايزه تحطيه، مش عايزه تحطي حشو خالص ما تحطيش. بصي هنحشيها لكم مثلث. بحط ايدي عند راس المثلث، لازم انا احط ايدي كده عند راس المثلث عشان تتحدد معايا وتظبط معايا اهو. بصوا بلفها ازاي اهو، واقوم جايه عايزه الطرف ومدخليها في قلب المثلث من جوه اهو. بفتح المثلث كده واقوم جايه مدخليها عشان الطرف ده ما يطلعش ويقب وهو في البوتاجاز ويتحرق او المثلث يفتح منك تاني اهو. بصوا كده هعمل لكم الصباع اهوت. ادي طريقه الصباع بقى، اللي هو الصبع الطويل اهو. بقصه برده كده واقوم جايه حشيه. انا كان عندي شويه سوداني مركونين فقمت جايباهم وعاملاهم مكسراهم وبحشي بيهم اهو. نقوم حاطينه واحشي بقى الصباع كده. بس لما تيجي تلف الصباع ما تتكيش عليه قوي عشان ما يبقاش مكتوم، ما يبقاش مضغوط. والطرف بتاعه نقوم جايين عايزينه حته سمنه عشان يلزق في قلب الجلاشيه اهو. حشيناهم وخلصناهم، هنحطهم في صينيه تكون مدهونه سمنه، ونقوم جايين عايزين وشهم برده سمنه ونخلص وندخلهم الفرن. دخليهم الفرن تحت الفرن مش تحت الشوايه، لو تحت الشوايه هيتلهف منك بسرعه ويتحرق. بصوا اهو تحت الفرن الوش القعر اللي تحت هيحمر ونقلبه على الوش برضو ياخد تحمير. بصوا اتحمر وبقى شكله جميل ازاي. وادي الشربات معانا، شايفين الشربات فاتح وجميل ازاي، مش غامق ولا عامل ريم ولا اي حاجه اهو. اسقي الجلاش بتاعك وخلي حاجتك كده حلوه وخلي الجلاش حلو. بصوا اهو انا كده بسقيها اهوت وان شاء الله يا رب الطريقه تعجبكم. وادي الجلاش بعد ما اتسقى اهوت. بصوا شايفين الصباع مورق وعامل ازاي. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسوش تضغطوا شير ولايك وتعملوا اشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى ان انتوا تدعمونا اكتر من كده، ولو في اي تعليق سيبوه لنا في الكومنتات.